وجه الفنان تامر حسني رسالة للفنان عمرو دياب ونشر بوست على حسابه على انستجرام بعد أن نشر عمرو دياب قصة على حسابه تشير إلى وجود ألبومه الجديد ابتدينا في صدارة ترند اليوتيوب مع وجود ألبوم تامر حسني الجديد لينا معاد في المركز الرابع، مما أثار غضب تامر حسني ووجه رسالة لعمرو دياب تؤكد عكس ذلك تماما، حيث أن ألبومه قد احتل مراكز متقدمة منذ بداية طرحه إلى وقتنا الحالي، وعبر عن اندهاشه وقال: عمرو دياب نجم كبير ولا يوجد سبب لهذا التصرف. ونشر تامر حسني بوست على حسابه وقال: مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة إن أنا رقم 4 وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب ترند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله، وبرضه ناس جمعت لي النتائج دي بس أنا ما نزلتهاش. عموما هو ترتيب وبيتغير كل شوية لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا. الفكرة إن ألبوم لينا معاد أنا تعبت فيه والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده. أنا لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1 في أسبوع نزول الألبوم لينا معاد زي ما انتوا شايفين اهو في الفيديو اللي اضطريت أنزله، أغانينا في الترند أعلى وهو كان تحت، احتراما ليه ولمحبينه ما نزلتش صورته وهي تحت ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه. كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو باسم أي فنان احتراما لمجهوده، بس مش عارف ليه هو بيعمل كده لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده. وعموما ألف مبروك.